مساكم الله بالخير. زمان ما طبخنا، فاليوم إن شاء الله جايب لكم طبخة تنفع في الشتاء لأنها شوي حارة سبايسي، اللي هي شوربة التميام. شوربة التميام نحتاج حق الصوص هذا تميام، مثل معجون بهارات، هو حليب جوز الهند، صوص السمك، فطر، طماط. وهذا ضروري لازم تجيبونه، الأعشاب هذه لازم تكون موجودة، لا تحصلونها في اللوبيا. والربيان، حبار. طبعا باقي الأشياء الإضافات، تبون تضيفون سمك، تبون تضيفون قواقع، هاي يسمونها المحار شيء راجع لكم. أنا بسوي بالربيان والحبار. وتحتاجون روس الربيان عشان تسوون فيه أصل السوب أو الشوربة. أنا بسويه في قدرين، وأوريكم الخطوات. الحين أجهز الخلطة وأوريكم إن شاء الله. الحين في البداية للجدر الأول الروس، البصل والثوم والورق هذا اللي هو يشبه ورق الليمون، هذا شليناه اللي في الوسط عشان ما يمرر. والعشبة هذه اللي موجودة كانت مع الأعشاب. في جدر غزير نحط شوية زيت نباتي ونضيف الروس. طبعا الروس تكون مغسولة عدل نظيفة مرة. على نار عالية نحركها لين يبدأ يتغير لونها يصير لونها مثل الأورنج اللي هو البرتقالي. أول ما يبدأ يتغير لون الروس نضيف البصل والثوم، نحركه كده مال دقيقة إلا على نار قوية. نضيف العشبة هذه، والله ما أعرف اسمها، بس هي عشبة مع أعشاب الليمون نضيفها. الحين أضيف عليه كمية راهية من الماء عشان أستخلص الشوربة. طبعا كل هذا الحين بخليه يطبخ حول نص ساعة أو ساعة على حسب الوقت اللي عندي. كل ما طبخ زيادة نستخلص نكهة زيادة. نبدأ نجهز الخضار حق الجدر الثاني. هاي عشبة الليمون، بعد ما أشيل أول غلاف عنها أبدأ أضربها كذا. نفس الشيء الفلفل، طبعا بعدين بقطعه بس عشان تكون نكهة استخلاصها قوة. والحين سلمكم الله في الجدر الثاني أضيف شوية زيت نباتي، وأضيف شرايح الثوم مع الفلفل، وأخليه شوية يتقلى معاي مال دقيقة، طبعا على نار متوسطة. بعد دقيقة أضيف ملعقة من معجون من التميام، أحركها بس كذا ما تزعج، نفس الشيء دقيقة ونص دقيقة بس تطلع النكهة. الحين أحطي مصفاة مشخلة أي شيء على الجدر، والشوربة هذه أزلها على الجدر هذا. بهذه الطريقة صفينا الماء ونكمل الخطوات الباقية. الحين أضيف عليه المكونات هذه اللي هي عشبة الليمون وأوراق الليمون والزنجبيل التايلندي. أخليها مال 3 دقايق تطبخ، أغطي عليها 3 دقايق أخليها تطبخ، ونكمل معاكم بعد الخطوة الثانية اللي بعدها. طبعا نخليها على نار عالية تطبخ. نضيف الملح، نضيف صلصة
السمك تقريبا ملعقتين كبار. هاي صلصة السمك تلقونها في اللولو بعد نفس الشيء. والحين عندي الفطر هذا والطماطم أضيفه. الفطر أي نوع تحبونه ترمون تحطون، بتقللون بتزيدون منه على راحتكم، بس الفطر يعطي نكهة حلوة للشوربة. 3 دقايق إن شاء الله وأضيف الربيان. والحين أضيف الربيان مع النغر. تقريبا الربيان والنغر يحتاج الحين عشان يستوي مال 10 دقايق يطبخ على نار قوية. نسكر عليه ونخليه يطبخ على راحته. بعد ما طبخ الربيان حول 5 دقايق أضيف كريمة جوز الهند أو حليب جوز الهند، حليب جوز الهند مش كريمة جوز الهند. أحرك. تقريبا الشوربة جاهزة، بس تبالها بعد 5 دقايق تطبخ. نضيف عليها كزبرة، واخر مرحلة قبل ابند عليها عندي ليمونة بعصرها عليه وخلاص. وهاي شوربة التميم جاهزة. علينا وعليكم بالف عافية. اسمي ترتيب. يارك الله يارك الله ابو عبد الله. يا سلام. اسمع الله على نار هاديه بيكون. ها؟ اي نعم نار هاديه. هايده وعلى نار هايده. نار هايده هذا جديد شكله. نار هايده. خليتونا نقول شيء انتم.